بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل مع بعض النهارده الرز بلبن على طريقه المحلات اللي وشه مكرمش وجميل اللي بنحبه. اول حاجه معايا لتر من اللبن، نص كوبايه من الرز، معايا معلقه كبيره من الكريم شانتيه، ممكن نستغنى عنها لو مش متوفره لكن بتفرق جدا في الطعم. معايا هنا سكر، معايا فانيليا، ويلا بينا على الطريق. اول حاجه بقى هنزل باللبن بتاعي. هنزل بقى هنا باللبن بتاعي. اللبن بتاعي لسه مش مغلي ولا اي حاجه، تمام. يفضل طبعا ان انتوا تشتروا لبن يكون بخيره والدسم فيه كويس، عشان ده هيفرق جدا معانا. هستنى بقى اللبن بتاعي يغلي، وبعد كده هوريكم هعمل ايه. اللبن بتاعي هنا بقى بدأ يغلي، فهنزل بيه نص كوبايه من الرز، وهقفل بقى عليه النار. هسيبه بقى لمدة ربع ساعة او تلت ساعة. الحركة دي بتخلي الرز يشرب طعم اللبن ويدينا الطعم الجميل وطعمه يبقى غني. الرز بتاعي بقى بعد ما عدت الربع ساعة واتنقع، هولع النار عليه وهبدأ انزل بمعلقة من الكريم شانتيه. هنا بقى الرز بتاعي بدأ يغلي وبيكمل سوا. النار بقى بتاعتنا تكون هادية عشان ما يتلسعش من تحت، ومفيش اي حاجه تبقى في قعر الحله. وبعد كده لما يستوي هنظبط السكر بقى على حسب ما بنحبه، وهنكمل مع بعض. خلاص الرز استوى، هبدا بقى انزل بالسكر. هنزل بقى بنقطتين من الفانيليا، او ممكن تستخدمي فانيليا باودر عادي، وهقلب. خلاص بقى كده الرز بلبن بتاعي جاهز. انا ما بحطش نشا، بعتمد على نشا الرز، وعشان يطلع معانا متماسك في نفس الوقت جوسي، مش اللي هو تحس انك تاكل حاجه كتل كده. نعرف منين ان القوام بتاعنا بقى مظبوط؟ بصوا، لو بصينا على الكبشه بتاعتنا هنلاقي عامل زي ما يكون كأن غارفين بها مهلبيه او كده، في كاس وفي فخار او طبق عادي، عشان اديكوا افكار مش اكتر. ده ممكن ندخله الفرن بقى ويبقى رز بلبن وش فرن زي بره، تمام. عشان بقى نحصل على الوش المكرمش ده هنسيبه يبرد تماما، وبعد كده هنديله هزه وهرجع لكم لما يبرد. الرز بلبن بتاعنا بقى بعد لما برد، زينوه بقى بالمكسرات اللي تحبوها او سيبوه ساده، وده خليته خد وش فرن.